بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في القناة. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة خالص. هنعمل كيكة البسبوسة بالشوكولاتة، بس من غير شوكولاتة، يعني هنعملها كده بمعلقتين كاكاو. هتطلع حلوة خالص. مش مكلفة وفي ثواني، يدوبك كده في ربع ساعة، ما بتاخدش اي وقت نهائي في الفرن. وبنعملها من غير بيض، وحلوة جدا جدا يعني، وسهلة كده، ومش بتحتاج اي مكونات. مكونات بسيطة عندك هتعمليها وهتطلع معاكي حاجة حلوة. انا كده بحط على الوش جوز هند، وهحط شوكولاتة مبشورة. بجد كانت تحفة تحفة، عاوزاكي تجربيها بنفس الطريقة كده. مش هتاخد منك وقت ولا هتاخد منك مجهود. بتمنى بس منك لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي الجرس. ولو انت موجودة عندي في القناة والفيديو عجبك والوصفة عجبتك، ما تنسيش تدعميني باللايك. ويلا بينا ان شاء الله نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف المكونات اللي معانا ايه. بصوا يا بنات، انا معايا هنا كوباية من الدقيق، كوباية واحدة، ومعايا كوباية من جوز الهند. تمام. ومعايا كوباية لبن، ونص كوباية سكر، او السكر برضو بتحطيه على حسب ما انتي محتاجة. ومعايا دوت سميد بسبوسة او دقيق من بتاع البسبوسة يعني. ومعايا دولت ربع كوباية كاكاو كده، فام او محل عادي اللي انتي حابة تضيفيه. وزي ما قلت لك معايا نص كوباية سكر، او السكر على حسب ما انتي بتكوني حابة الحاجة. يعني لو انتي حابة الحاجة مسكرة جامد بتحطي سكر بزيادة، يعني مثلا ضعف كمية الدقيق مثلا، او قد كمية الدقيق بالظبط، وبتزودي نص كوباية. فانا بقلل من السكر لاني مش بحب الحاجة مسكرة. تمام. حطيت الدقيق وعليه دقيق البسبوسة، وحطيت السكر، وحطيت الكاكاو. اضيف المكونات كلها على بعضها من غير بيض. يعني الكيكه ديت حلوه خالص بتتعمل من غير بيض. هي كيكه البسبوسه اصلا بتتعمل من غير بيض. في ناس بتعملها وبتحط لها بيض. تمام. بس ما بيكونش فيه كاكاو في الوصفه. ولو انت حابه تضيفي برضو للوصفه ديت بيض عادي، مفيش مشكله، بتطلع حلوه برضو. بس اللي من غير بيض ديت لما بتعمليها وبتدخليها الفرن ما بتغيبش خالص في الفرن، بالكتير خالص ربع ساعه وبتكون طالعه. تمام. حطيت البيكنج باودر والفانيليا، وحطيت السكر والدقيق كله على بعضه اهوت. فاضل معايا هنا اللبن ومعلقتين كده من الزبدة مسيحاهم، هضيفهم في الاخر. تمام. احط اللبن اهوت. وبرده القوام لو طلع تقيل معايا هزود نص كوباية مية دافية، او كوباية مية دافية على حسب ما هيحتاج معايا. يعني القوام بتاعها بيكون عامل زي الكيكة برضو، ما بيكونش تقيل ولا خفيف. هشوفه كده هيحتاج ولا لا، ولو احتاج هضيف له نص كوباية مية دافية. القوام بتاعه تقيل اهو يا بنات، يعني انا كده هضيف نص كوبايه ميه دافيه. لو انتي حابه تضيفي لبن مفيش اي مشكله. هزود نص كوبايه ميه دافيه كده وهرجع لكم تاني. خلاص كده يا بنات، هو ده القوام اللي انا عاوزاه، حلو خالص اهو. ميزه الكيكه ديت ان هي مش بتحتاج بيض. يعني لو ما عندكش بيض وعندك المكونات دي، في ثواني بتعمليها كده وبتطلع معاكي هشه وجميله خالص خالص يعني. وبيكون طعمها حلو، وبيكون طعمها حلو جدا يعني. في صينيه بقى كده وحطيتها فيها وهدخلها الفرن ربع ساعه بالكتير بالظبط، وهتكون طالعه. مش بتاخد نار اكتر من كده ولا بتاخد وقت اكتر من كده عشان تطيب يعني او تستوي. وبعد ما تطلع هوريها لكم. طبعا لونها بيغمق شويه لان فيها كاكاو يعني او كده. فبعد ما هتطلع هوريها لكم اهيت يا بنات. بعد ما طلعت بس هسيبها تبرد بس كده، وبعدين هقطعها. وزي ما وريتكم في اول الفيديو زينتها بجوز هند وشوكولاته مبشوره. لو انت حابه ان انت تضيفي لها شربات او سيرم يعني على حسب ما انت عاوزه، بس هي كان طعمها تحفه صراحه، ما كانتش محتاجه. بس هي الوصفه الاساسيه البسبوسه يعني بنضيف لها شربات. ولو انت عاوزه تسقيها برضو بكوبايه لبن هتكون حلوه. بصي هي هشه خالص اهيت ومش محتاجه يعني، وطعمها كان تحفه تحفه خالص. بتمنى ان انت تجربيها ان شاء الله بنفس الطريقه، هتعجبك. وصفه ما بتاخدش اي وقت نهائي نهائي، يعني هو ربع ساعه بالظبط وهتكون مستويه معاكي. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.